السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. وحشتوني قوي قوي. أول حاجة نسمي الله ونذكر النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تعالوا كده معانا بقى النهاردة خامس يوم رمضان وفطارنا. بص بقى الجمال. شوية محشي ورق عنب، عايز أقول لكم جميل زي العسل. بصوا جميل ازاي. وبقى شوية بقى بتنجان على فلفل على كوسة بقى جمال. وفراخ مشوية بصوا في الفرن جميلة. تعالوا بقى نشوف النهارده بقى الفطار بتاعنا عملته بقى ازاي ونحشي مع بعض كده. عايزه اقول لكم ده كنت عامله اول يوم، بس النهارده بقى قلت ايه نعمل بقى النهارده المحشي كده ونطلع بقى بيه معاكم كده. بصوا جمال المحشي جميل جدا يسال بقكم. تعالوا بصوا يا حبايبي. كده عملت بقى هنا كده فرختين. بصوا كده فرختين ديت انا كنت نقعهم في ميه وخل علشان بس لو اي زفاره تنزل بس منها. اول حاجه بس طبعا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك. اللي مش مشترك في القناه من نوعات وظيفتهم محامين وزياد يشترك في القناه فضلا وليس امرا يا حبايبي. وبلاش يعني عدم تغطيه الاعلان عشان الاعلان ده هو اللي فيه الربح يا حبايبي. يا ريت. بص اهو بقى كان معايا الفرخه كده. وبص بقى كنت الفلفل كنت مقوره الكوسه وبتنجان وفلفل وغسلاهم. كنت غاسله بقى المحشي حلو قوي. وكده كنت مقطعه بقى 5 بصلات او 6 بصلات كبار كده. انا بص بحضر المحشي حاجاته كلها قدامي. وهنا كنت عصره الطماطم بتاعه التغذيه بتاعه المحشي. وهنا الرز دوت كنت غاسلاه برده ومحضراه. وادي ورق العنب. كل حاجه محضراه والخضره. بص بقى كل بقى ازاي بنظام بقى. شفتوا النظام. كل حاجه حطاه وايه ومجهزاها بحيث تبقى الحاجه قدامي جاهزه. ما افضلش بقى يعني اعمل واحط، لا كل حاجه قدامي جاهزه. ماشي. ده كيلو الا ربع رز، ده يعني كيلو الا ربع رز. والطماطم عصرتها في الخلاط وحضرت كل حاجه. جينا هنا بقى نحط بقى يلا بينا نحط كده شوربه الفراخ. بحط كده بصلايه ورق راوله وملح وفلفل وظبطي كل حاجه. ماشي. بحط كده الفراخ بتاعتي. انا بقى بحط تكايه من عندي في الفراخ يا حبايبي في شوربه الفراخ بالذات. بعمل ايه؟ بقطع جزرايه وبقطع طماطمايه. بصوا اهو زي ما شايفين على الشوربه بتديها الطماطم بتديها لون حلو قوي قوي. يعني لون جميل كده. والجزر برضو بتديها طعم. يعني الطماطم بتديها لون والجزر بتديها طعم. تمام. بص بقى كنت حشوه بقى هنا كنت اهو الحشو اهو. والبصل. طبعا انا مقوره كل حاجه وغسلاه وكان تمام تمام كل حاجه مظبوطه. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك على الفيديو دوت. النهارده خامس يوم رمضان. قلت اطلع كده معاكم بقى واوريكم بقى الايه. المحشي الجبار بتاعنا ورق العنب بقى والكوسه والبتنجان والفلفل بقى مع الفراخ مشويه. اتفضلوا معانا بقى كلكم حبايبي. كنت بص بحط هنا السمنه على الزيت عشان اعمل التغذيه بتاعت المحشي. هتعملي التغذيه تسيبي البصله كده تاخد لون. تمام. بصوا بسيبها كده تاخد وقتها خالص لحد ما تدي معاكي لون كده زي لون ذهبي. كل ما تخليها لون ذهبي اكتر كل ما التخديعه بتاعه المحشي تبقى معاكي زي العسل. احط بقى هنا عصير الطماطم اللي انا عصرته في الخلاط وصفيته. ماشي على البصله. عايزه اقول لكم ريحتها والله العظيم ريحه التخديعه اصلا جميله جدا. لو كده بحط الملح وبحط الفلفل الاسمر. ماشي. وتسيبيها لحد ما التخديعه يعني تلاقيها نقصت معاكي كده. قلت منك. تقومي حاطه بقى البقدونس والكزبره والشبت بتاعتك الخضره. وتقومي حاطه الرز. وكل حاجه حطاها بقى مع بعض. بصوا بقى انا بخليها كده. بصوا بوريكم بقى شوربه الفراخ جميله مع الطماطم والجزر اللي انا حطيتها بتدي طعم حلو. الجزره والطماطم بتدي لون حلو. سيبها لحد كده ما لسه ما تستوي. وادي اهو الكوسه والبتنجان والفلفل ورق العنب. عايزه اقول لكم والله كان يوم متعب من اول ما تفتحي عينيكي كده يا حبايبي لحد ما تخلصي. كنت مخلصه قبل الفطار بساعه الا ربع او نص ساعه. بس جه على الفطار بالظبط خلاص. يعني لحقت قبل الفطار بالظبط. ما هو يوم المحشي ده عايز ايه؟ عايز اليوم كله كامل. اهو بصوا التخديعه بتاعت المحشي اهي. بدات تنقص ازاي زي ما قلت لكم. بتحطي بقى الرز بتاعك بعد انت ما غسلتيه وصفتيه حلو قوي في المصفى. وبتحطي الخضره بتاعتك وتقلبي بقى كله على بعضه كده.
تقلبيه وتسيبيه وتحشي بقى. طبعا انا طبعا مش هطول عليكم الفيديو حبايبي. هوريكم بس ازاي بنحشي ورق العنب في الاول، وازاي حشيت الحشو بتاع البتنجان بقى والفلفل والكوسه. قلبت كده التخديعه كلها مع بعض كده، الحشو كله اهي. عايزه اقول لكم من ساعه ما طلع ورق العنب ما عملتوش والله، اول مره اعمله، بس طلع مسكر على فكره، وكان زي العسل، كان جميل جدا. لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي الله يا ام حنين على المحشي النهارده والفراخ المشويه فطرنا النهارده. في التعليقات قولوا لي بقى في التعليقات كده، وحطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. وبقول لكم تاني يا حبايبي بالله عليكم التفاعل قليل. ليه؟ المشاهدة تكون كويسة، على قد المشاهدة تحطوا اللايك، وبلاش تتخطوا الإعلان، لأن الإعلان دوت هو اللي فيه الربح والله يا حبايبي. اهو بصوا كده اهو، تعالوا بقى بصوا قلبوا كده، القلب حلو قوي. بوريكم هنا بقى الفراخ وهي في الشوربة كانت عاطية لون جميل. بصوا بوريكم لون الشوربة كان جميل ازاي. جربي تحطي جزرايه تقطعيها مع طماطم وادعي له. ادعوا 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 والله العظيم، ادعوا لي. قولوا لي الله يخليك يا ام حنين على الجمال. بص انا بقى كده، انا بقى الحشو بقى كده. طبعا انا مش هطول معاكم، بس قلت اوريكم بس اول حاجه كنت بعملها، وبقيت انا هكمل بقيه الفيديو. طبعا اهو بقيت الف ورق العنب. ورق العنب يا حبايبي انت عندك حته الخشنه، الورقه فيها خشنه وناعمه، تحشي الحشوه. او بصوا بوريكم اهو، تحشي من الحته الخشنه اللي في النص، وتلفي من يمين وشمال الجنبين على بعض، وتحطي اللي في النص وتبرميها. للناس اللي هي لسه مش عارفه ازاي تحشي الورق العنب. تمام. اهو زي ما بوريكم كده اهو، الحشو في النص، وتيجي من عند يمين وشمال، وتجيبي الجنب ده على الجنب ده، وتيجي في النص تبرميها، هتلاقي معاكي ورقه العنب اتلفت على طول. اهو بص بوريكم انا بس كده اول كام واحده كده، وهكمل بقيه حله ورق العنب كده، وهوريكم برضو البتنجان والكوسه والفلفل. كان زي العسل والله العظيم، وكان جميل قوي. فطارنا النهارده كان كده بقى خفيف حلو. ايه رايكم؟ قولوا لي في التعليقات لو وصلتوا لحد هنا. بصوا بوريكم بس اول رصه عملتها ايه، وانا بقى كملت الباقي بقى كله ايه كملته، بس هوريكم في الاخر برضو بحطه على النار وكده. يلا يا حبايبي حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. طبعا حنين، طبعا اول انا بصور كده، حنين هي اللي بتصورني، حبيبه ماما. شكرا ليكم على اخر فيديو كانت فيه حنين، على كلامكم الحلو، اشكركم كلكم بكلامكم عن حنين. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني من احلى حبايب في الدنيا كلها، احلى اخوات والله العظيم. بص بقى حله ورق العنب بعد ما رصيتها اهي. بص انا هنا كنت بص بقى رصها هنا بقى خالص هنا، وهاجي بقى نيجي بقى للكوسه والبتنجان والفلفل. الكوسه بقى البتنجان والفلفل بايديكي كده، النبي عربي، بايديكي كده تحشي وتقومي مدخل يعني ايه، جايه للاخر كده بصبعك عادي، وتقومي او بمعلقه شاي. بس انا عملتها كده في السريع عشان كان الوقت كان عندي ضيق قوي، وكان الاذان كان فاضل له ساعه ونص، فعايزه اخلص بقى يعني اسرع. اهو بصي تحطي كده اهوت وتحشي لحد الاخر خالص. ونصيحة تانية يا حبايبي برضو في الحشو بتاع البتنجان او كوسة او فلفل، ما تحشيش للاخر، سيبي التلت الاخراني علشان الرز بيطلع لما بتمليه قوي بيطلع في الحلة ومش بيبقى حلو. لكن لما تخلي تلتينه بيظبط معاكي وما بيطلعش ولا رزاية. نصيحة. ورق العنب زي ما قلت لكم تحطيه في النص، وتجيبي يمين على شمال، وفي النص تبرميه، هيطلع معاكي ورق العنب واحدة بوحدتها. دي نصايح برضو لكل بنوتة بتشوفني في قناتي، ان انتوا تاخدوا من النصايح دي يا حبايبي. اهو بصي تحشي كده اهوت على قد ما تقدري، ما تحشيش للاخر، لا، سيبي التلتين فوق علشان تدي براح وهو بيستوي مع الميه، ان هو ما يطلعش الرز بتاعه. كنت خلاص اهي، كنت انا بقى هنا حشيت بقى الحشو بقى، عملت حله الحشو كلها، كنت خلصت. بص بقى لون الشوربه عامل ازاي. هي الشوربه دي اللي انا هعملها هحطها بقى ايه الميه اهي. بصوا حطيت الشوربه على النار، وحطيت معلقه صلصه، وظبطت الملح، وسقيت بقى بيها المحشي اهو. بشوربه الفراخ اصلا بتسقي بيها، لو انت عندك الشوربه بتبقى طعمها جميل جدا. لو ما عندكيش اعملي مرقه، وحطي بالبهارات والملح والفلفل، هتبقى زي الشوربه بالظبط. اهو كده كنت حطيتها على البوتاجاز خلاص اهو بيستوي.
بصوا كنت عايزه اقول لكم يعني عملت وروحي راحت، طلعت معاه، يعني عملت المحشي وروحي طلعت معاه. خلصت باعجوبه قبل الاذان بساعه الا ربع. حطي غطا تملي يا حبايبي على على المحشي بتاعك علشان يستوي حلو معاكي. بصوا بقى انا بجيب الفراخ بقى بعد ما خلصت بقى في السوا. الخلطه بتاعتي المعروفه اللي انتوا عارفيني بيها في كل فيديوهاتي. لما بعمل الفراخ بجيب شويه صلصه وشويه زيت، ملح وفلفل، واخلطهم مع بعض، والفرشه بتاعتك وتعمليها بقى ايه، تدهني بيها الفراخ من فوق الوش كلها بيها، وتدخليها الفرن. هتلاقوا لونها، بصوا مش عايزه اقول، انتوا هتشوفوه دلوقتي، انتوا هتشوفوا بقيه الفيديو، هتلاقي لونها جميل جدا. بصوا عملت بيها كده اهو، دهنت كل الفراخ بيها وتحطي في الفرن، تطلع معاكي الفرخه مشويه، لونها زي لون الفراخ مشويه بتاعت المحلات بره. انا بصوا طول عمري في اكلي في الفراخ بالذات بعمل الخلطه دي وبحطها الفرن، بتطلع معاكي احلى فراخ مشويه. بصوا اللون جميل، هيبقى جميل جدا. بصوا بعد ما طلعت اهي، طلعت ووريتها لكم. بصوا لونها عامل ازاي، تستحق ولا لا بقى، خلطه جميله. وانا المحشي بقى بعد ما خلص اهو، وورق العنب بوريه لكم، الله يا جماله، الله كان عسل. هنصبه في الطبق كده وهننزله بالواحده بالوحدتها كده من الحله، وهتشوفوا. بصوا الفراخ لونها تستحق ولا لا بقى. حطوا اللايك بقى على جمال الفيديو ده بقى في اكلتنا النهارده بقى. يلا بصوا بقى، كنت حاطه على السفره اهو، كان الاذان كان فاضل له كده 10 دقايق. بصوا بقى بطلع بقى الواحده بوحدتها من الورق العنب، واو، مش عايزه اقول لكم، طالع زي العسل يا حبايبي، احلى ورق عنب. انا عن نفسي بعشق الورق العنب، بحبه جدا. بصوا كنت بوريكم الواحده طالعه بوحدتها. وهنحط كده بقى اهو، بصوا بقيه المحشي، الفلفل والبتنجان والكوسه، حطينا بقى كده سفرتنا حبايبي. الأذان أذن، وحطينا بقى التمر الهندي بتاعنا المشروب بتاعنا، والفراخ المحمرة بتاعتنا، وادي المشروب بتاعنا التمر الهندي. واقول لكم بقى الفيديو الحلو ده استاهل عليه بقى اللايكات، لايكات يا حبايبي ولا لأ على جمال الفيديو ده. يلا بصوا جمال بقى الورق العنب مع المحشي، مش عايزه اقول لكم، كمان كان طعمه جميل جدا. اتفضلوا معانا عقبال فيديو جديد، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. برضو طول ايام رمضان، في سحور بقى، في فطار، هتلاقوا مني بقى فيديو كده حلو كده ان شاء الله، ونشجع بيه بعض. احلى فطار النهارده المحشي بتاعنا والفراخ. يلا اشوفكم بسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.